اخا المعلم فرتوت لله الا ما تعاود لينا على شي شخصيه وشخصيه من قاع طنجيه نتاع المقاومه المغربيه. مرحبا نعمس. وبام بالريح. في سنة 1907 ميلادية بدأ التدخل العسكري في المغرب بشكل مباشر، واحتلت فرنسا مدينة وجدة ودازت للدار البيضاء إلى مدن أخرى. وفي سنة 1912 ميلادية السفير الفرنسي رينو والسلطان المغرب عبد الحفيظ كيسينيو معاهدة الحماية في مدينة فاس اللي كتسمح لفرنسا باش تحكم في المغرب. وهذا كيرجع لبزاف الأسباب، وهذا الشيء اللي خلى القبائل المغربية تخرج تقاوم الاستعمار الفرنسي والإسباني بكل ما تملك من قوة. وهذا الشيء اللي خلانا نشوف مقاومين ومجاهدين كبار بحال الشيخ أحمد الهيبة وأحمد الريسوني ومحمد أمزيان وعبد الكريم الخطابي والقائمة تطول. هذا الشيء كله اللي قلت راه عرفناه، ولكن اللي ما عرفتيش هو جنود الخفاء اللي كانوا كيقاوموا المستعمر حسين مسي، وكون ما هماش كون كاع ما تستمرش المقاومه. ومن بيناتهم المقاوم حسن نهرة اللي كانت المهمه نتاعو هي ينقل السلاح للمقاومين، وخاصه البندقيه الرباعيه اللي كانت من افضل الاسلحه في ذاك الوقت. وكان كيقبض هذا السلاح بجوج طرق، سواء كيتلقى الجنود الفرنسيين وكيبان ليه شي واحد معزول ويقتلو ويدي ليه سلاحو ويدير ليه تخوفيشه، ولا كيقبض من عند مهربين اسلحه نتاع قبائل اخرى، وخاصه القبائل اللي كاينه في جبال الاطلس المتوسط. وداك السلاح اللي كيجمع كيعطيه للمجاهدين والقبائل على شكل امدادات باش تستمر في محاربه المستعمر. كداك يعني دابا كل ما كانوش هاد المقاومين اللي كيهربوا الاسلحه، كل القبائل ما تلقاش السلاح باش تقاوم تماما، حيت في وقت الحرب راه الا ما كانش عندك السلاح بشكل مستمر راه ما غاديش تقدر تكمل وغادي تخسر المعركه. والسلاح في وقت الحرب كتجيبو اما عن طريق الغنائم فاش كتربح، ولا عن طريق الامدادات اللي كتجيك من عند مجاهدين اللي كيجيبوا لك السلاح من فم السبع بحال سيدي حسن نوهره. وانا نفهم، ولكن شكون هو هاد حسن نوهره؟ سيدي حسن نوهره تزاد سنه 1880 ميلاديه في اكدال تلمت بواد سوس. المعلم مات ليه با هو باقي صغير، وهذا الشيء اللي خلاه يكبر راجل ونص، حيت هو اللي كان رب الاسره. حسن نوهره كان شديد وخفيف ظريف، وكان محبوب عند الناس، وكان كيجيب الضغمه بعرض كتافه، وكان كيخدم بين مراكش وتارودانت والاطلس الصغير. كان سيدي حسن خدام كيا ايها الناس حتى كتبان ليه جنود الحمايه دخلوا للمنطقه نتاعو في تارودانت اللي بسببهم تحبست التجاره عن طريق القوافل. وكانت جبال الاطلس الصغير وبالضبط في غزوله هي المركز نتاع المقاومه السوسيه اللي كان القائد نتاعها هو الشيخ احمد الهيبه. قال لك المثل الرجله عندها ميزان ومعدن بنادم مع الوقت يبان. زيد سقيني. كان سيدي حسن نمهره كيصيفط سلاح للمجاهدين بجوج طريقات، الطريقه الاولى مفهومه والطريقه الثانيه ونعيه ما نشرح لك ما غاديش تفهمها. سيدي الطريقه الاولى هي كيشد المكحله وكيخيطها مع البردعه البغل نتاعو حتى ما كتبقاش تبان. والطريقه الثانيه هي كيشري السطوله نتاع علمه وكيتقبهم وكيخلي السطل الفوقاني والتحتاني مقادين، وكيخشي المكحله وسط السطوله وكيعلقهم في الشوارع. وبهكا كيدوز سلاح المقاومين في جبال الاطلس الصغير. وما تنساش باللي البندقيه الرباعيه كانت غاليه وماشي سهل باش تكون عندك، وكانت كتكون غير عند القياد الكبار. قالوا ناس زمان الفايده ماشي في الزين والعين، الفايده كاينه في القلب الحنين مع التربيه والدين. زيد سقيني. بقى حسن نهار كيصيفط سلاح للمجاهدين بالتخبيه وبنفس الطريقه حتى لواحد النهار اللي غادي تشك فيه فرنسا وحطت ليه واحد الجاسوس من بني جلدتنا باش يبقى حاضر. المعلم حسن نهار غير عاقبه وهو يكلاشي واحد الكلاش اللي كانت يوتيوب في ذاك الوقت كون طلع للطوندونس. هو يقول ليه ما عرف قيمتك الكفريه الا النصارى الذين عينوك علينا هنا. وبالترجمه ما كانش اللي عارفك رخيص، قلتوك اللي مصيفطينك لينا يا اللي خاين دينه ووطنه. ولكن للاسف الخائن كيكون سبب في القبيض نتاعو، ويلي راه مازال باقيه السلاله نتاع هاد الخونه الى يومنا هذا. وراه ما يغركش المدار وحلاوه اللسان وديك مغربي المزيفه، راه
نهار تفرقع غير بوطه في البلاد غادي تلقاه هو اول واحد دير اللجوء لفرنسا. ايوا المعلم في الاخر فرنسا عرفت باللي حسن نويرة عنده علاقه بالمجاهدين وبقبائل ايتباع عمران السوسيه اللي كانت كتحارب المستعمر، وهي تقبضوا وعطاتو لخائن اخر اللي كان في اكدا فؤاد سوس اللي هو القائد علي ولد منصور اللي كيدخلوا الحبس بالضبط في سنه 1930 ميلاديه، وكيبقى حسن نويرة في الحبس حتى كيموت في نفس العام الله يرحمه. ايوا هذا درس موجز للابناء الاستعمار، قد مات حسن نويرة وقد مات عميل فرنسا، وكتب الاول من الشهداء والمجاهدين وكتب الثاني من العملاء والخائنين، فاختر ما شئت.